Stand up. Face the wall. I'm not moving. يطلعوا اصحاب النيفي سيلز اللي هما قوه العمليات الخاصه من تحت الماء في حلب قاطعين الحس. قبل ما يحسوا بهم جوج متمردين سكتوهم في الساع وبلا ما يضيعوا حتى قرطاسه زايده. وسط هذه الفرقه كاين جون كيلي مقاتل متمرس، يعني ديما كيقلبوا على الحاجه اللي ما راكباش. الفريق كيتلاقى بعامل مخابرات اللي سميتو ريتر باش يفهموا شنو هي المهمه اللي كتسناهم هذه الليله. ريتر قال لهم كاين عامل ديال CIA محبوس في عماره قريبه ولازم يخرجوه حي. جون كيسولوا على عدد المسلحين، المداخل، الحراسه واي معلومات تقدر تنقذ رجال الفرقه، ولكن ريتر كيجاوب ببروده بلي ما عارف والو على شحال من واحد غادي يتلاقاو تما. جون كيتعصب حيت ارسال الرجال بلا معلومات ماشي مهمه، هذه راه تقمر بارواح الناس صاحبي. ريتر ما كيعجبوش الاعتراض وكيوقع بيناتهم شد وجبد، ولكن الوقت كيدوز والراهنه باقي محبوس. في الليل كيتحرك الفريق نحو العماره خطوه بخطوه، لا صوت لا ضوء، غير التركيز والحديد. كيلقى واحد الحارس كيراقب من فوق وكينحيوه من الطريق قبل ما يقدر ينطق بكلمه. من بعد كيلصقوا المتفجرات في الباب، كيرجعوا شويه وبانفجار واحد كيدخلوا بحال العاصفه، لا في الدروج الطيران، وخطره واحده كيتحل عليهم الرصاص من الفوق. ولكن هادو ماشي مبتدئين، كل واحد كياخذ الزاويه ديالو، كيطيحوا المسلحين واحد مور واحد بدقه كتخلع. كيدخلوا للغرفه الاخيره قيوها كامله وكيشدوا العامل المخطوف قبل ما يجي الدعم. المهمه باينه سالات، ولكن جون كيشوف الجثث مزيان، الى حط التفصيل كيبدل كل شيء. هاد الرجال ماشي سوريين عاديين، هادو عساكر الروس قدام، الدريب ديالهم باين من التجهيزات ديالهم. جون كيواجه ريتر بهذا الاكتشاف، ولكن ريتر كيدير راسو ما كاين والو ويبدل الموضوع. قبل ما يخرجوا كيطير RPG وسط الممر وكترد العماره غير غبره وحجر. السقف كيتهرس، الممر كيطيح وشي رجال كيموتوا في الحين. وبينما جون كيفيق وسط الركام اذا كطيح الطابق لتحت وكتبقى محاصره بوحدها والمسلحين كيقربوا ليها من كل جهه. ريتر كيشوفها في هذه المصيبه، ولكن عوض ما يعاونها كيدور راسو وكيجري نحو المخرج. جون وجوج من المارينز كيرفضوا يخليوها، كيبقاو اللور رغم ان الانسحاب هو الاسهل. هنا كيفهموا الحقيقه الخايبه، المكان ماشي غير سجن، راه مخزن كبير ديال السلاح الروسي. يعني ريتر كذب عليهم من الاول ودخلهم واحد المعركه دوليه بلا ما يقول لهم مع من كيلعبوا. جو ما كيترددش، كينقز من الثقب للطابق اللي فيه القائده وكيهبط وسط القرطاس بحال الصاعقه. كيوقف حداها وكيبداو جوج كيردوا الهجوم طلقه بطلقه وزاويه بزاويه بلا رحمه، كيشقوا طريقهم نحو الخروج. ولكن جون كيحس بجوج رجال كيتسناوه في الكامين قدام الباب، كيدير حركه تكتيكيه نقيه، كيجرهم يبانوا ومن بعد كيسالي عليهم جوج ضربات ما يزيدلهمش. ملي كيوصلوا لبرا كيلقاو ريتر طالع الهليكوبتر وكان حتى حاجه ما وقعت الرجال بسببه. جون كيشدو بعنف وكيطالبوا يشرح علاش خبى وجوه الروس وعلاش تخلى على القائده. ريتر غير كيضحك في وجهه ضحكه بارده كتقول بلي الارواح عنده غير ارقام في الملف، بغى يفرقع له وجهه. ولكن القائده كتامروا يطلقوا وكيضطر يرجع خطوه للور. ريتر كيعطي الامر بضربه جويه والصواريخ كتهبط فوق المخزن وكتحول لكره نار كبيره، كل دليل كيتحرق وكل جواب كيتدفن تحت الركام. والفريق كيرجع وهو حاسس باللي بحال لعبت به. كيدوزوا 3 شهور وجون كيبان مع مرتو بام وهي في الشهر السادس من الحمل، قاعدين مع الصحاب في دار والديه كيضحكوا ويحلموا بالبنت اللي قريبه تنور حياتهم. جون خرج من المارينز وجاتو خدمه في الامن الخاص وفرحان حيت اخيرا يقدر يعيش بهدوء. كيحسب باللي الحرب بقات موراه وما عارفش باللي الحرب هي اللي جايه حتى لباب دارو. في مدينه نورث كارولينا صاحبو القديم راودي عايش مع مرتو وولادو، ونهارو باين عادي بزاف. كيخرج يرمي الزبل وخطره وحده كتجي واحد اللوطو مكسيريه وكتدهسو بلا انذار وكتخليه ميت في الطريق. في نفس الوقت تقريبا كيت في اتلانتا كيلقى راسو محبوس في الزحام مورا واحد الفان مشبوهه. كيهبطوا منها رجال مسلحين وكيفتحوا عليه النار بلا سؤال وكيقتلوه داخل طوموبيلته. الضربات متزامنه منظمه وكتستهدف نفس الجروب، يعني شي واحد كيمسح اللائحه بالترتيب. جون وبام كيرجعوا من السهره كيدخلوا لدارهم كيحضروا ينعسوا وهما ما حاسين بوالو. جون كيهضر بحماس على بنته اللي جايه، كيفاش باغي يكون ليها اب اللي تستاهل. كيحاول يتقرب من بام شويه ولكن هي عيانه بالحمل وكتفضل ترتاح وهو كيحترم رغبتها. كيهبط لتحت كيشغل الموسيقى وكيقعد يروق راسو. غير هي برا كاينين ضلال كيتحركوا، مجموعه رجال كتوصل للدار كتقطع الضوء والدخول في سكوت باش تكمل اخر اسم في اللائحه. الحاسوب ديال جون كيدفع خطره وحده، وهذا التفصيل الصغير كينوض فيه غريزه الجندي القديم. كيسمع الارضيه كتصرصر فوق، كيشد المسدس والامبول
وكيطلع بحذر والنفس محبوسه. بهذه اللحظه المهاجمين كيدخلوا للغرفه بام وكيفرغوا الرصاص في الناموسيه بلا ضروره رحمه. واحد منهم كيسالي حتى على الشريك ديالو المصاب باش ما يخلي حتى شاهد وراه. جون كيوصل لراس الدروج كيتلاقى باول مهاجم وكيطيحو قبل ما يبدل اتجاه السلاح. الثاني كيهجم من زاويه اخرى ولكن جون كيرد عليه وكيخليه ممدد فوق الارض. كيبقى المهاجم الاخير وكتشعل بيناتهم مواجهه عنيفه في الظلام والرصاص كيشق الحيطان. بجوج كيتصابوا وكيطيحوا وكل واحد كيتنفس بصعوبه. المعركه ما بغاش تسالي. المهاجم كيرفع السلاح باش يقتل جون غير المخزون كيكون خاوي والحظ كيعطي جون الثانيه. القاتل كيجر الجسم ديالو كينوض مترنح وكيهرب من الباب قبل ما جون يقدر يلحقه. جون مجروح ومهلوك ولكن كيزحف نحو الغرفه. كينادي بام وصوته كيتكسر مع كل حركه. كيوصل للناموسيه كيلقاها ماتت هي والبنت اللي مازال ما شافت الدنيا وكيوقف فيه الزمان. كيشد لغطه كيبكي بحرقه ومن شده الدم اللي خسر كيسقط فاقد الوعي قدام عائلته. رجال المخابرات كيسارعوا به للسبيطار وحياته كتبقى معلقه بين البقاء والموت. في الاجتماع CIA والمارينز كيناقشوا اغتيال افراد الوحده وكل واحد مخبي ورقته. ريتر كيلمح باللي رجال السيلرز دخلوا راسهم في مشكله كبيره وكيقول غادي يتبع جميع الخيوط. القائده غرير كتواجه من بعد الاجتماع وكتدافع على شرف رجالها اللي تقتلوا ديورهم. كطلب منه يقول شنو واقع ولكن هو كيرد ببروده. حنا كنحقوا وتسالي الهضره. جون باقي في الغيبوبه كيشوف بام في الحلم ومن شده الصدمه كيدخل في سكته قلبيه في السبيطار. من بعد ايام كيفتح عينيه وكيشوف القائده غرير واقفه حداه وكيجيه اول سؤال على بنته. السكوت ديالها كيجاوب قبل الكلمات ومن بعد كتقول له باللي لا بام لا الطفله نجاو. جون كيبكي بلا صوت بحال شي حاجه ماتت لداخل ديالو ومن بعد كيطلب يعرف شكون دارها. كيأكد ليها باللي المهاجمين محترفين وكيحكي على الجثه في الغرفه والرجل الرابع اللي هرب. هو ما باغي لا تعزيه لا خطابات باغي غير اسم. ولكن القائده غرير ما عندهاش حتى جواب وحتى لو كان عندها كتقول له باللي القواعد ما تسمحش ليها تعطيه المعلومات بسهوله. في المكتب ديالها كيجي وزير الدفاع توماس كلاي وكيذكرها باللي باها ديما كيمدح الحكمه ديالها. كلاي كيسولها واش يقدر يثيق في جون حيت كاين في بالو مخطط وكيحتاج الراجل بحاله. جون من جهته كيبدا العلاج بقوه كيتألم ويسكت وكيعاود يبني الجسم نتاعو فوق الحقد. كلاي كيجمع القائده غرير وريتر في الاحاطه وريتر ما يعجبوش حضورها وكيبان عليه منزعج. كيوريهم صوره ولد الرئيس جهاز الامن الروسي اللي مات في مداهمه مخزن السلاح بحلب. حسب ريتر الروس داروا هاد الاغتيالات انتقاما وكل ميت خلص ثمن داك الهجوم. القائده غرير كتلاحظ غير 3 صور وكتسول مباشره فين هو المهاجم الرابع اللي نجا. ريتر كيهرب من السؤال ومن بعد كيفجر المفاجاه. CIA سدات القضيه نهائيا. بالنسبه ليه الحساب تصفى. الروس خسروا رجال والامريكان خسروا رجال والسلام بارد رجع. القائده غرير كتغلي من الداخل وكلاي كيقول باللي الا تسد الملف الخيارات ديالو محدوده. من بعد كتلحق جون وكتعرض عليه يشربوا كاس ولكن السبب الحقيقي هو الكلام اللي مخبي اللي عارفه شعوره تجاه ريتر. بروا ان المخابرات دفنت القضيه وهو حي. من بعد كتخرج صور المهاجمين اللي خداتهم كلاي وكتوريه الوجه الناقص من الملف. 3 المعروفين اما الرابع راه شابح لا سجل واضح لا اثر لا حتى خيط مباشر. الباسبورات ديالهم كاملين خرجهم اندري باسيليف عامل سابق في الاف اس بي ومحمي بزاف. بعد ليالي جون كيرجع لدارو اللي مازالت محاطه بشارة الجريمه وريحتها عامره بالماضي. كيدخل لغرفه البام كيتكسر مره اخرى كيطلق البكا اللي كان حابس النهار فاق. من بعد كيهبط لاكاف كيفتح الشوفو وكيخرج من خزون مخبي ديال السلاح والفلوس. كيطلع كيوجد الكابوس وكيكب الشراب على حوايجو باش يبان سكران وما يثيرش الشك. كيمشي للقنصليه كيقرب للحراس مبجقل كيلعب دور السكران حتى كيشوف اندري خارج. اندري كيركب وسط الموكب ديال السيارات وجون كيرجع للبيكوب ديالو كيشد الطرق وراه. كيتصل بالطوارئ وكيبلغهم باللي شي واحد في الموكب شرع عليه السلاح في الطريق. الشرطه كتوقف السيارات والحراس كينشغلوا وكيبقى اندري تقريبا بوحدو في وسط الفوضى. خطره وحده جون كيدخل بالبيكوب في طوموبيل اندري كيحاصرها وكيخلي الهروب شبه مستحيل. كوب ليسونس عليها واندري كيتخبط باش يخرج ولكن جون كيشعل النار بلا تردد. وسط اللهيب يدخل جون اللوطو كيقتل الشيفور وكيحط الكابوس في وجه اندري. كيسولوا على اسم المهاجم الرابع وملي اندري كيتردد كيضربوا برصاصه في رجلو. اندري كيقول ليه باللي الخطر الحقيقي هو جون حيت هو الهدف المقصود من البدايه. جون كيزيد رصاصه في صدره كيتقب ليه الريه وكيخليه يغرق في الدم والدخان. حيت الضغط كينطق اندري بالاسم اللي قلب عليه فيكتور رايكوف راس الرجال كاملين. جون كيتاكد من الجواب كيسالي على اندري ومن بعد كيسلم راسو للشرطه اللي حاصرت المكان. الخبر كيتنتشر بسرعه. الروس هاجموا المارينز والحكومه والمخابرات كيحاولوا يغطيو الشمس بالغربال. ريتر كيقول لكلاي بلي غالبا القائده غرير هي اللي سربت المعلومات لجون وخلاته يتحرك.
خايف يوصلوا رساله خايبه لموسكو، ولكن كلاي كيرد جون هز الشجره، حنا ما قدرناش نهزوها، ودابا خاصهم غير تسناو يشوفوا شنو غادي يطيح منها، فاكهه ولا قنبله يا لطيف. جون في الحبس كيتسنى المؤبد، وغرير كتجي تزورو، ولكن الندم ما كاينش في قاموسه. كيقول ليه البلاد خانته وعائلته ضاعت، وهذا الجرح ما عنده لا دواء لا غفران. كيكشف باللي يحصل على معلومه جديده، ولكن الا بغى كلا يسمعها يخرجوه الاول بالحبس. ملي كيرجع للزنزانه كيسمع شي واحد برا كيهضر بالروسيه، وكيعرف باللي الشر جاي. كيجي حارس وكيامرو يدور الحيط حيت غادي ينقلوه، ولكن جون كيرفض يتحرك من بلاصتو. الحارس كيخرج معصب، وجون كيشد فوطه كيلفها على يدو وكيحيد القميجه بهدوء. كيفيض الماء في الزنزانه باش الارض تولي زالقه، وكيحضر الساحه للحرب اللي داخله عليه. كيدخلوا الحراس مدجاجين، ولكن جون كينفجر عليهم، ضربات خنق وركلات وسط الماء والحديد. كيشد واحد من عنقو وكيهدو بقتلو الا ما سدوا الباب. الحراس كيرجعوا كارهين. كتوصل قوات اخرى، وقبل ما يبدا فصل جديد كيدخلوا المارشالات الامريكيين ويوقفوا الجميع. كيعطيو لجون التليفون وكيجيه صوت غرير، تبعهم هادو جايين يخرجوك من هاد الحفره. كياخذوه لموقع سري في كيتسناو كلاي ريتر وساره اللي كتقود السي اي اي. يعرفوا المعلومه، وجون كيرمي الاسم وسط الطابله. فيكتور رايكوف مازال حي. ساره تصدمت حيتاش كتقول بلي رايكوف مات، وريتر كيحاول يلف ويدور قبل ما يطيح القناع. بالاخير كيعترف بلي رايكوف هو قائد الرجال، وجون كيتعرف عليه بسهوله وسط الصور. هادشي كيقلقهم، وريتر كيصر يجيبوه حي باش يعرفوا شكون كيشد الخيوط من فوق. جون كيطلب يدخل مع الفريق، وكلاي كيرفض، وحتى غري كتقول بلي حالته ما تسمحش، ولكن هذه غير لعبه باش تضغط عليهم. وفي الاخير كيوافقوا بشرط يرجع للحبس بعد المهمه. فالهانغار كيتلقى جون بالفريق الجديد، والخطه يطيروا في طياره مدنيه وينقزوا فوق روسيا. ريتر كيمشي بوحده في طريق اخر، وكيقول لهم غادي يتلاقى بهم ملي وصلوا لداخل. في الطياره جون كيتسارى مع غرير على كيفاش قالت عليه غير صالح، وهي كتقول كانت كتحميه. من بعد كيتبدل الجو، وكيعترف باللي الا خرج من المارينز بكري يمكن عائلته تبقى حيه. كيلوم راسو على مهمه حلب وعلى كل قرار جرى في الحرب، حتى الغرفة بام بلا استئذان. غري كتفكروا باللي الهدف استخراج رايكوف ماشي الانتقام، ولكن جون قلبه حاسم الحساب. قرب منطقة القبس كتلصق بهم مقاتلة روسية، والطيارين الروس كيأمروهم يبدلوا المسار. الطيار الامريكي كيرفض، والرد كيجي صاروخ في المحرك كيضرب الطيارة وكيشعل فيها العافية، كطيح وسط البحر والماء كيبدا يدخل بسرعة. وغرير كتأمر الجميع يخرجوا قبل ما تغرق. جون كيرفض يخلي العتاد حيت بلا اسلحه والمعدات المهمه غادي تموت قبل ما تبدا. الطياره كتهبط للقاع وهو كيغوص معاها، يقلب على النفس في التقابل الهواء وسط الحديد، وكيوصل لاول كيس كيربط فيه العوامه، ومن بعد كيتحرك للثاني، والرئه ديالو قريب يمشي لها الاكسجين. الهواء كيسالي، ولكن كيربط اخر كيس كيتعلق به وكيطلع بصعوبه نحو سطح البحر قبل ما يضيع. الفريق كيشدو ويطلعوه للقارب بالمطاطي اللي نجا، وكينطلقوا نحو الساحل. كيدخلوا للمدينه ويمشيو للمخبأ، ولكن جون دابا شاك باللي اسقاط الطياره كان مخطط. كيقول يمكن ريتر داخل في اللعبه وما غاديش يكمل الخطوه حتى يعرف واش باعهم. ريتر ورجالو كيتفرجوا في خبر تحطم الطائره، وفجاه جون والفريق كيدخلوا عليهم بالسلاح. جون كيشدو من عنقه ويضغط عليه، وريتر كيحلف باللي باغي يوصل لرايكوف وما خانهمش. من بعد توتر ثقيل كيطلقوا، وريتر كيمشي يبدل سروالو حيت الخلعه دارت خدمتها مزيان. كيركبوا كاملين في الفان وكيمشيو للعماره مقابله المكان المخبى فيه رايكوف راسو. جون كيشوف من المنظار، وغرير كتلاحظ التركيز المخيف بعينيه، ولكن كيقول غير كنعاين وصافي. في الليل كيتسلوا العماره، وجون كيقود الفريق، وكل درجه كيتقربوا اكثر من القاتل عائلته كيامر الفريق كيتسنى، ومن بعد كيسد عليهم الباب الحديد وكيكمل بوحدو بلا اذن. كيدخل الشقه كيلقى الناس اللي فيها ميتين، ومن الظلام كيسمع رايكوف كينادي باسمه. رايكوف كيكشف المفاجاه الكبيره، راه خدام مع سي اي اي ماشي عدو روسي بوحدو. جون كيوعدو يخلص على بام، ولكن رايكوف لابس حزام ناسف وكيتكلم بحال واحد حافظ النهايه. كيقول له باللي بجوجهم غير قطع صغار في مؤامره كبيره، وكل خطوه داروها كانت محسوبه عليهم. جون كيحاول يخليه يهضر اكثر باش يطلع الاسم اللي فوقه، ولكن رايكوف كيقول انا وطني، ومن بعد يفجر راسو وكتحول الشقه لنار ودخان، والجواب كيطير معاه. الفريق كيلحق بجون وكيقول القائد غرير باللي رايكوف كان كيتسناهم وعارف انهم جايين. خطره وحده القناص كيفتح النار وكيصيب واحد من الجندي، والكل كيلصق في الارض بلا ما يعرف المصدر. جون كيكشف واحد القطعه نتاع الزجاج مكسوره، كيستعمل الانعكاس وكيحدد الشباك اللي خارج منه الرصاص، كيعطي النار التغطيه، والفريق كيتحرك نحو المصاب. ولكن قناص ثاني كيدخل المعركه، الرصاص كيدوز من حدا ريوسهم، كيهربوا في اخر لحظه والمصيده كتسد عليهم. برا كيوصلوا جوج ديال البوليس، ولكن القناصه كيقتلوهم في الحين.
قبل ما يفهموا شنو واقع. جون كيشوف الصوره كامله، غادي يلصقوا موت البوليس فيهم، وروسيا غادي تلقى الدليل جاهز. الا ماتوا هنا الروس يلقاو جنود امريكيين مقتولين فوق ارضهم، وامريكا تلقى روس مقتولين. شراره واحده كافيه تشعل حرب عالميه ثالثه، وهذا بالضبط هو الهدف ديال المؤامره. الفريق كيغطي وجون كيفجر ثقب في الحيط باش يدوزوا للشقه اللي حداهم بعيد على القناص. القائده غرير كتدور باش تفاجئ واحد منهم، وجون كيبقى يشتت الانتباه ديالو بالرصاص والحركه كتدخل عليه، ولكن الذخيره كتسالي وكتلقى راسها قتال يد بيد مع رجل قوي عليها كيضغط عليه بقوه، وهي كتقاوم حتى كتفلت، كترميه وكتغرس فيه السكين وتسالي المواجهه. الفريق كيوصل للمدخل، غير العماره ولات محاصره بالشرطه وكل مخرج عليه عيون والسلاح. جون كيلقى الحل الوحيد، يبقى هو يجر عليهم النار والباقي يهرب من الجهه الاخرى. القائده غرير كترفض تخليه، ولكن هو كيذكرها بلي راه مجرم ومحكوم، الموت تاعو هنا ما يشعلش الحرب. اما الا لقاو جنود رسميين العالم كامل يقدر يفيق غدا على صوت الصواريخ. كتوافق بصعوبه، وجون كيطلع للسطح بوحدو مسلح وعارف باللي الخروج شبه مستحيل. كيبدا الهجوم بالقنابل والرصاص، كيجر البوليس كامل لجهته وكيعطي رجالو وقت الهروب. كيحاصروه فوق السطح، كيطيح شي وحدين ولكن يخلي شي الاخر يولي الرور. الرصاص كيضرب السلاح الجانبي ديالو وينقز عبر السقف وكيطيح الطابق اللي لتحت. كيتلاقى جندي لداخل كيدخل معاه في صراع قاسح، كيقتلو وكياخذ البندقيه ديالو، كيهبط في الدرج كيطلق النار وكاع اللي قدامه تفرقوا باش ما يوليش حتى هما ذكرى. في الكيس ديالو كاين قنبله كيفعلها قبل ما يوصلوا الرجال، كيخليها هديه ثقيله. كيوقع انفجار ضخم، الدخان كيعمر المكان والزاج والحجر كيطيروا. وسط الفوضى كيلبس بحال شي جندي روسي وكيخرج بلا ما يتعرفوا عليه. وسط الوجوه المخلوعه كيلقى امبيلونس كيسرقها وكيسوق راجع المخبأ وهو بين الوعي والاغماء من الجروح. غرير كتعرفوا باللي وصل، كتعاونوا يدخل، والفريق كيجمع حوايجو يخرج من البلاد في الساعه. في الفلوكه جون كيقول باللي رايكوف غير قطعه واليد الحقيقيه مازال مخبيه فوق الرقعه. كيحسب راسو راجع للحبس، ولكن ريتر كيقدم ليه الفلوس والحريه وفرصه يبقى شبح، حيت اذا اختفى رسميا يقدر يقلب على راس المؤامره بلا قوانين ولا عيون كتراقبه. في امريكا كلاي كيتعشى وكيشوف اخبار على التوتر بين روسيا وامريكا، كيزيد ساعه بساعه. كيدخل للحمام بلا حراس وكيخرج يلقى جون كيتسناه رجع من الموت باش يحاسب الكبير. جون كيحكي ليه على العمليه الفاشله والمؤامره وكيعطيه غير المعلومات اللي مفروض يعرفها، ولكن كلاي كيزلق في الهضره وكيذكر تفصيل ما قالوا ليه حد. وهنا جون كيتاكد من الشك، كيشد الوزير من عنقو كيخنقو حتى يغيب، ومن بعد كيفيق كلاي مكبل في لوطو ديال جون سولو علاش قتلت بام والجنود وعلاش كنت باغي تجر جوج دول الحرب مدمره. كلاي كيرفض يجاوب. جون كيهدو يمشي لعائلته ويخليه يشوفهم كيموتوا قدام عينيه. الخوف كيكسر الوزير وكيعترف باللي دبر كل شيء باش يرجع امريكا عظيمه من جديد. حسب عقله مريض، البلاد كتكون اقوى من اللي كتكون في الحرب، حيت العدو كيوحد الشعب والاقتصاد. يعني قتل الامريكيين والروس وضحى بالابرياء غير باش يصنع عدو ويربح مشروع سياسي. جون كيسمع الاعتراف، كيربط حزام الامان ديالو وكيزيد في السرعه نحو قنطره فوق النهر. كلاي كيبدا يتوسل، ولكن جون كيفوت البارير وكيطير بالطوموبيل مباشره نحو النهر. السياره كتغرق وجون كيامرو ينادي باسم بام باش يعرف شكون كان الثمن لعبته الوسخه. كلاي كيقول سميتها وهو يترعد، وجون كيبقى كيشوف فيه حتى كيسكت ويغرق في القاع. جون قاعد تحت الماء كيغمض عينيه وكيتخيل بام كتسناه في جهه هادئه بعيده على الدم، ولكن مازال ما سالاش وقته. كيفلت من اللوطو ويطلع من النهر بينما كلاي يبقى مدفون. من بعد كنشوفوا جنازه بام وحتى جنازه جون اللي العالم كامل كيحسبوا مات في روسيا. القائده غرير كتستلم العالم باسم العائله، كتخرج اللوطو تاعها وكتلقى جون حي كيتسناها لداخل. ريتر استعمل التسجيل ديال الاعتراف كلاي وضغط به الحكومه باش يعطيو جون هويه جديده. درك جون كيولي خاصو يموت في الورق باش يقدر يعيش في الحقيقه ويطارد اللي يهدد البلاد ديالو. في محطه القطار كيودع القائده غرير، ما كاين لا احتفال لا راحه، غير طريق جديده وهويه جديده. من هذه اللحظه غادي يولي جون كلارك شبح ما تابع حتى ملف وبدايه طريق جديده. كتبوا لي في التعليقات من فيلم باغيني نلخصوا لكم المره الجايه. شكرا بزاف على المتابعه، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.